تعالوا احكي لكم على حاجة جامدة بتحصل في اليابان دلوقتي. تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لما الاربع عمالقة بتاعت الدراجات النارية في اليابان يقرروا يتعاونوا مع بعض؟ بنتكلم عن شركات زي هواندا وياماما وسوزوكي وكawasaki. ايوه، الاربعة دول دخلوا في مشروع واحد مجنون، محرك دراجة نارية بيشتغل بالماء. الموضوع بدأ لما اليابان قالت احنا لازم نلاقي حل لانبعاثات الكربون، فقالوا طب ليه ما نوحدش مجهوداتنا ونشتغل على محرك هيدروجين للدراجات. وبالفعل حصلت شراكة بين الشركات دي ومعاهم جامعة كيوتو وشركة استشارات عالمية اسمها PwC وجمعية بحثية متخصصة، وكل ده بدعم من منظمة نيدو للطاقة والتكنولوجيا. المحرك اللي شغالين على تصميمه قريب جدا من محركات البنزين، بس بيستخدم الهيدروجين بدل الوقود التقليدي، وده بيديهم ميزة كبيرة في التكلفة وسهولة التصنيع مقارنة بالمحركات الأوروبية اللي ماشية على فكرة محركات الديزل. واحدة من أقوى النقاط في المشروع ده هي الشراكة بين الصناعة والبحث العلمي والحكومة، يعني كل طرف عنده حاجة بيقدمها. الجامعات بتقدم البحث والمعرفة، الحكومة بتوفر الدعم والتمويل، والشركات بتطبق كل ده في الواقع. البروفيسور ماسيهيرو شيوجي من جامعة كيوتو قال إن الجامعات بتستفيد مش بس بالتمويل، لكن كمان بتفهم احتياجات المجتمع وبتخلي الطلبة يشاركوا في أبحاث حقيقية مع شركات ضخمة. يعني الموضوع مش بس تطوير محركات، ده كمان تطوير لعقول وابتكار لمستقبل أنظف. وتفتكروا التعاون ده ممكن يفتح الباب قدام العالم كله علشان نودع الوقود اللي بيلوث الكوكب ونبدأ نتحرك ناحية مستقبل نظيف بدراجة بتشتغل بالماء؟